رسالة من الأب للجامعة، أنا مش باعت ابني عندكم عشان يتعلم. كجامعة انتوا بتاخدوا مني كأب شقة عمري في المصاريف الدراسية، يعني لو بنتكلم على البرامج المميزة في الجامعات الحكومية فاحنا بنتكلم على متوسط من 30 ل 50 ألف جنيه في السنة، ولو جامعات أهلية المتوسط هيوصل لحوالي 100 ألف جنيه في السنة، أما الجامعات الخاصة متوسطها من 200 ل 350 ألف في السنة، ومش هجيب بقى سيرة الإي يو سي اللي وصل متوسطها لمليون جنيه في السنة. شفت الأرقام؟ تخيل بقى عندك طفل، طفلين، 3، الله. وبما إنكم بتاخدوا مني أرقام مش قليلة يبقى المفروض تدوني القيمة اللي تناسب كل ده، فاسمع مني كأب عاوز اقول لك ايه، وانا هنا بتكلم على الكليات النظريه. انا ابني اتعلم خلاص 6 سنين ابتدائي، 3 اعدادي و3 ثانوي او في المدارس الدوليه، فانا باعت ابني عندكم علشان يتحول في عقليته من طالب مدرسه لراجل مسؤول يعتمد عليه اصحاب العمل. انا باعت ابني عندكم علشان ياخد مهارات جنب المحاضرات والمقررات، مهارات تخليه يلاقي فرصه في الشركات هنا او بره. انا باعت ابني عندكم علشان يتواصل مع سوق العمل وهو لسه بيدرس ويشارك في برامج تدريب صيفيه وياخد خبره عمليه بس تحت مسؤوليتكم ومش بمجهود ذاتي. انا باعت ابني عندكم علشان يتعلم ازاي يعلم نفسه بنفسه. انا باعت ابني عندكم علشان وهو بيتخرج يبقى عنده بروفايل كامل، مش مجرد سيره ذاتيه مش عارف حتى يكتبها، بروفايل يضم شهادات احترافيه ومهارات وخبره حقيقيه، وكل ده جنب شهاداته الجامعيه الدوليه. طب ايه الحل عشان كل ده يحصل؟ الحل بسيط جدا، انك تدرك كمسؤول ان الجيل الحالي اللي عنده 17 18 سنه بقى بيشتغل اونلاين وبيدخل فلوس وبالعمله الصعبه، والجامعه بالنسبه لهم ما بقتش اولويه. وعايزك دايما تفتكر يا وزير التعليم العالي ويا رئيس الجامعه ويا عميد الكليه ويا رئيس القسم العلمي وانت بتمضي السياسات التعليميه واللوائح والبرامج انك في الاخر برضه اب. انا مصطفى بالسعود ودي كانت في 60 ثانيه، استنوني الحلقه الجايه. سلام.